إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد ونتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. قبل ما نتكلم على وصفة اليوم غنتكلم لكم على مادة اللي كتستعمل كتير خاصة في رمضان، واللي هي جد ضاره بالجسم ديالنا، اللي كتخلينا نفقدوا الذوق الطبيعي خاصة عند الأطفال، وكذلك كتفيق الأمراض إلا كانت وراثية. هذه مادة من المواد اللي كتيرة واللي خاصة بالذوق أو النكهات. اليوم غنتكلم لكم على نكهات المدخن أو لوغو فيمي. قبل ما نتكلم كيفاش كتأثر على الذوق كنطلب منكم باش تدخلوا معايا للفم باش نتعرفوا على اللسان عامل مثل ما كتشاهدوا، وكتلاحظوا فيه تقيبات. هاد التقيبات فين كاينين مستقبلات الذوق، يعني اللي كيستقبلوا الذوق حلو او مر. المهم كل ذوق عنده المستقبلات ديالو. المستقبلات هما اللي كتشاهدوا باللون الاخضر، ولا كبرنا هاد المستقبلات راه عاملين بحال هاد الشكل اللي كتشاهدوا. هاد المستقبلات عندهم عصب اللي كيمشي حتى للمخ باش توصل ليه رساله الذوق. ملي تعرفنا كيفاش عاملين مستقبلات الذوق غنشاهدوا الان. اذا تناولنا مثلا الفراوله او الفخيز شنو تيوقع؟ خصكم تعرفوا بان الفخيز عندها الذوق وعندها الرائحه. ملي كنتناولوها مكونات الذوق كتمتصوا مستقبلات الذوق، ومكونات الرائحه كتمتصوا مستقبلات الرائحه اللي موجودين في الانف. وكذلك حتى هما عندهم واحد العصيب اللي كيوصل حتى للمخ، يعني ملي كتوصل الرائحه والذوق للمخ عاد كيعطينا الذوق الحقيقي اللي كيحس به الجسم ديالنا. باش توضح لكم الصوره اكثر، ملي تيكون فيكم الرواح او نزلات برد وتيكون الانف ديالكم مسدود او مخنوق، راه ملي كتاكلوا كتقول الماكله باسله، يعني ما كنحسوش بالذوق او الذوق ناقص، لان مستقبلات الذوق راه وصلت الميساج للمخ، ولكن مستقبلات الرائحه ما وصلتش الرائحه للمخ، عليها الماكله كتكون باسله، يعني ما فيهاش الذوق او الذوق كيكون ناقص. غير بين قوسين، مستقبلات الذوق الحلو راه ماشي هما مستقبلات الذوق اذا كان مر، وماشي هما مستقبلات اذا كان الذوق حامض، وماشي هما اذا كان مستقبلات الذوق اللي كيحسوا بالبنه. يعني كل ذوق عنده المستقبلات ديالو. حتى لهنا مزيان. دابا عرفنا كيفاش كتمر عمليه التذوق. ملي كناخذوا ماده منكهه غير طبيعيه واللي معظم المنازل عندهم وحده ولا اكثر في الثلاجه ديالهم، اليوم غنتكلم على منكه المدخن بما انه هو موضوع ديال الحلقه ديالنا اليوم. نكهه المدخن هي نكهه غير طبيعيه. هذيك اللي كنشريو من المتاجر راه ماشي طبيعيه، هي مواد كيميائيه 100%، والقوه ديالها كتكون كبيره وقويه. هادشي كيأثر على المخ من ناحيه التذوق، وكنخليوه يطلب المزيد والمزيد. وبهذا الشكل هذا المذاق الطبيعي ما غيجلبش لينا المخ وما غيحسش به وما غيطلبوش. في هذه الحاله المخ غيبقى يتلذذ غير بهذا المكون الكيميائي، والطبيعي ما غيحسش به وما غيعطيهش حتى الوقت. هنا راه كنتلفوا المخ من ناحيه التذوق. هاد المنكهات واللي هي مواد كيميائيه عندها تاثير جد سلبي على الصحه ديالنا، ومع الاسف راه كنشاهدوا بزاف ديال المواد اللي فيهم هاد المواد هادي، مثلا لي شيبس باربيكيو حتى هي مليئه بهاد المكونات الكيميائيه، والاطفال كيصبحوا مدمنين عليها. وهادشي اللي كيخليهم ما كيبقاوش يحسوا بالذوق الطبيعي وما كيبغيوش ليكم الماكله الطبيعيه. المشكله تاع هاد المنكهات راه موجوده في كثير من المواد الغذائيه، راه حتى داكشي اللي كنلذوا بهم الحريره وكنلذوا بهم الشوربات واللي كنعملوهم في لي صوص، راه كل وحده واللون ديالها وكل وحده والمذاق ديالها. وبهذا الشيء هذا راه الجسم كيتلذذ بها، ولكن راه كنخربوه شويه بشويه بلا ما كنحسوا. اخواني اخواتي، راه كنشرح لكم شنو كيوقع في الجسم ديالنا باش تقتنعوا به وتبتعدوا على هاد المواد اللي ما كيعرفهاش الجسم ديالنا، كيصبح مدمن عليها، وفي نفس الوقت كنخربوه شويه بشويه. راه ماشي جات المستشفيات وعمرات بالمرضى. لهذا السبب راه كنطلب منكم باش تستغلوا شهر رمضان المبارك، يعني الصيام ديالكم، ولكن مائده الافطار خصها تكون مليئه بالاطباق الطبيعيه. ماشي مشكل مره في الاسبوع نتناولوا هذاك الشيء اللي كنتشهاو، ولكن يوميا راه الصيام ما معمولش لهادشي، لان من بين الاهداف الساميه ديال شهر رمضان هو تنقيه الجسم من السموم اللي تراكمات السنه كامله. وكنطلب منكم كذلك باش تشاركوا في حمله رمضان صحي باش نرموا الصحه ديالنا، وتشاركوا في القناه باش تكبر وتعرف. وهذه المعلومات يستافدوا منها كثير من الناس، لان مواقع التواصل الاجتماعي الاخوان والاخوات راه بداو كيبدعوا في الوصفات الخاصه بشهر رمضان، ولكن مع الاسف راه كتخرب الجسم ديالنا بصمت، واخا راه بنينه. وباش نسهل عليكم المأمورية عملت لكم عدة وصفات 100% طبيعية وصحية، وراه حتى هي بنينة وكتقوي الجسم ديالنا وكترمو، يعني كتعاون الصيام. الا كان الصيام كيرمم لينا 50%، الاطباق الطبيعيه غترمم لينا 50%. ان شاء الله ما يجي حتى شهر رمضان حتى نكونوا رممنا الصحه ديالنا. نتمنى تكون وصلتكم الرساله ديالي. نمروا الان لوصفه اليوم اللي كتكون من الفطر او لي شامبينيون، العدس، البصله الخضاريه. وباش نحصل على مذاق مدخن طبيعي عملت لي شامبينيون سيشي اللي صايبتهم عندي في المنزل ديالي. صدقوني راه كيعطيو واحد المذاق جد لذيذ، وكتحسوا حتى بديك اللذه ديال المدخن، يعني لو غو فيمي. المكونات كما كتشاهدوا كلها طبيعيه وصحيه.
المقادير غتوجدوها في صندوق الوصف كما العادة. سمحوا لي أنا كنبغي نعطي الوقت للشرح العلمي أكثر من الوصفة، لأن الحمد لله راه كلشي كيعرف يطيب، غير أنا كنقترح عليكم وصفات جد صحية باش لأن الواحد كيوحل واش نطيب هادي ولا هادي، أنا وجدتها لكم وشاركت معكم الوصفات اللي كنعمل في المنزل ديالي. في إناء كنعمل المواد كاملة كما كتشاهدوا، العدس اللي سبق ليا وعملته في الماء 24 ساعة، بما أنني عارفة بأن العدس كيطيب دغيا عملت كلشي في مرة واحدة باش كيطيبوا في مرة واحدة، وضفت ليهم الماء وتركتهم يطيبوا. ومن بعد كنحصلوا على شوربه جد صحيه ولذيذه في نفس الوقت. كما كتشاهدوا راه في وقت وجيز حصلت على وصفه لذيذه وصحيه. في الحلقه القادمه ان شاء الله غنقدم لكم شوربه السمك واللي هي شوربه السردين، كذلك صحيه وسهله الاستعمال. ما تنساوش الله يخليكم باش تشاركوا في القناه، وبهذا الشكل هذا غتشاركوا في نشر التوعيه الغذائيه، لان المرضى كثرات والمستشفيات عمرات والادويه غلات. نتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو اليوم، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.